طلابنا الأعزاء، نكمل ما تبقى من المسائل المتعلقة في مراجعة الفصل الرابع في موضوع نيرنست. مثل ما وضحنا هذا الجدول بالفيديو السابق، هسه راح نبلش نحل المسائل المتعلقة في معادلة نيرنست. طلاب، إذا ننتبه للسؤال، طلبوا الإيسيال القياسية والغير قياسية والدلتا جي. قلنا ما دام طلب غير قياسي يعتبر نيرنست، وما دام التراكيز أقل أو أكثر من 1 مولاري أيضا يعتبر نيرنست. انطانا جهود اختزال، من جهود الاختزال ايش راح نجيب؟ آنود وكاثود والإيسيال نوت. نعوضها حتى شو نجيب؟ غير القياسي. نعوض الإيسيال غير القياسي تطلع طاقة جبس الغير قياسية، فنبلش بالآنود والكاثود. راح يجي يسأل الطالب: أستاذ، من هو الآنود ومن هو الكاثود؟ راح نوضح فد نقطة مهمة جدا. اللي واقع يسار الخط آنود ويمين الخط كاثود. فالآنود هو المغنيسيوم، راح يكتب من 0 إلى مغنيسيوم موجب 2. الفرق من 0 ل 2 إلكترون سالب، هذا هو الآنود. ويقلب الجهد، مو تقلب التركيز، تقلب الجهد الإي مالته مو سالب، يصير موجب 2.37 فولت. أما الكاثود هو راح يكون القصدير، يكتب من 2 للصفر، من SN موجب 2 إلى SN 0. الفرق ايش قد؟ الفرق 2 إلكترون سالب. هاي هي الكاثود، ولا تقلب إشارة الجهد، يعني تبقى سالب 0.14. انجر خط، نختصر الإلكترونات: مغنيسيوم زائد قصدير موجب 2، الناتج مغنيسيوم موجب 2 زائد قصدير. بعدها نستخرج الإيسيال القياسية. إيسيال القياسية حاصل جمع الآنود زائد الكاثود. الآنود 2.37 موجب في السالب سالب 0.14، 7 يروح 4 3، 3 يروح 1 2، 2 يروح 0 2، والوحدة فولت. هذا مقدار إيسيال القياسي. زين، بعدين ايش طلب؟ إيسيال غير القياسي. نعوضها بالمعادلة مال إيسيال غير القياسية، اللي وهي كالآتي. هم للتذكار، خاف طالب، احنا قبل شوي عرضنا الجدول، انه إيسيال غير القياسي هو إيسيال القياسي ناقص 0.026 على N في لن الكيو. الغير قياسي احنا نريده يساوي القياسي نعوضه اللي وهو 2.23. عدد الإلكترونات اللي حذفناها 2، مو تحسبون مال الفوق والجو، مال المعادلة وحدة. فهذا رقم على 2 يطلع 0.013 في لين الكيو. خلينا نعرف شنو قانون الكيو. باعوا يعني تركيز الآيونات الناتجة على الآيونات المتفاعلة. جاي يقول آيونات، ما جاي يقول عناصر. يعني روح للنواتج، وين اكو آيون؟ الآيون اللي عنده شحنة، عنده فقط هذا الآيون. إذن بالنواتج عندنا فقط آيون المغنيسيوم، شحنته 0، مو آيون. المتفاعلات من الآيون الأسن هو اللي عنده شحنة. فالآيونات الناتجة على المتفاعلة، وإذا عنده مولات يصعد الأس، يرفع الأس مثل مولاته. زين، 2.23 ناقص 0.013 في لن. ايش قد تركيز المغنيسيوم؟ منطنيها بالسالب 0.05. ايش قد تركيز القصدير؟ 0.04. يساوي 2.23 ناقص 0.013 في لن. فارزة الفارزة 5 على 4 1.25. 1.25.
ال 2.23 تنزل ناقص 0.013 في ال 1.25 هو قيمته ايش قد؟ 0.22. 0.22 روح تضرب بالبدايه، بعدين شو تسوي؟ تطرح لها الاولويه، فراح يطلع الاي سي ال غير القياسي 2.227 فولت. هاي القيمه الغير قياسيه. اخر شيء طلب دلتا جي غير القياسي. على مود تركز وياي زين، من جهود الاختزال استخرجنا القياسي، عوضنا القياسي طلع غير القياسي، اعوض غير القياسي ايش راح اجيب؟ راح اجيب الدلتا جي ار غير القياسيه. اذا راح نطبق القانون الفوق حتى نجيب دلتا جي ار غير القياسيه. هنا راح اطبق دلتا جي ار سالب ان اف اي سي ال غير قياسي. السالب ينزل، الان الالكترونات المحذوفه بس 2 مال معادله واحده، الاف 96500، الاي سي ال الغير قياسي ايش قد؟ 2.227. حاصل ضربهم يطلع سالب 4.298 جول على مول. هاي بالنسبه لهذا السؤال. طلاب ننتقل للسؤال اللي بعده، ركز وياي. قال احسب التغير في الطاقه الحره للتفاعل الخليه التالي في درجه حراره 25 سيليزي. قال قياسي، ما جاب طارق قياسي، فانتبهوا وياي. ما دام راد طاقه جبس الحره لازم شو اجيب؟ اي سي ال غير قياسي. من نريد اي سي ال غير قياسي لازم شو احتاج؟ اي سي ال القياسي. هو شو انطاني؟ جهود اختزال. من جهود الاختزال اجيب القياسي، اعوض القياسي يطلع غير القياسي، اعوض غير القياسي يطلع طاقه جبس الحره. في الحل من الاسفل للاعلى. زين، لازم بالبدايه نحدد من الانود ومن الكاثود. ما دام انطاني التعبير عن خليه كتابه، يساره انود يمينه كاثود. وشلون عرفناه ان ارنست؟ طلب كميه غير قياسيه والتركيز اقل من 1 مولاري. اذا هذا هو الانود. ننزل معادلته من مغنيسيوم 0 الى مغنيسيوم -2، الفرق 2 الكترون سالب. هذا هو الانود، ويقلب جهده، مو تقلب تركيزه، الجهد مالته تقلبه يصير موجب 2.37 فولت. هسه نجي للكاثود اللي وهو البروم. راح يكتب ملاحظه مهمه، البروم راح يكتب من الصفر الى السالب حتى يقل العدد فيصبح كاثود. فراح اكتبه من بي ار 2 الى بي ار السالب. بس هذا الاثنين، هاي بس واحد، هاي تضرب في ايش قد؟ في 2. فسالب 1 في 2 سالب 2. للصفر الفرق 2 الكترون سالب. هذا الكاثود، ولا تقلب اشاره الجهد، يبقى 1.07 فولت. نجر خط، نزل المعادله العامه زائد بي ار 2 بعد اختصار الالكترونات اكيد، مغنيسيوم موجب 2 زائد 2 بروم السالب. اخر خطوه من الجزء الاول نطلع اي سي ال القياسيه، اي انود زائد اي كاثود. الانود 2.37، الكاثود 1.07، 7 و7 14، 1 و3 4.3 فولت. هذا الاي سي ال القياسي. هسه طلاب بعد ما جبنا اي سي ال القياسي نعوض هنا حتى شو نجيب؟ كميه غير قياسيه. فاذا نروح نجيب الكميه الغير قياسيه، نكتب القانون ونعوض. الاي سي ال غير القياسي هو اي سي ال القياسي ناقص 0.026 على ان في لن الكيوب. القياسي 3.44، الالكترونات المحذوفه 2، فحاصل قسمته 0.013 في لن
طلاب الكيو روح للنواتج. ايش عندنا ايونات؟ عندنا برومو وعندنا مغنيسيوم، لان الثلاثه نعطين شحنه. فراح نقول تركيز المغنيسيوم موجب 2 على تركيز البروم السالب، والكل تربيع البروم لان عنده مولات 2. اذا ننتبه لمعادله المواد المتفاعله ما بيها ايون، اثنيناتهم عناصر حره صفر، فشو نسوي؟ نعوض واحد. هاي تنتبهوا لها ملاحظه مهمه. ف 3.44 ناقص 0.013 في لن بعد الواحد ما له قيمه. المغنيسيوم تركيزه ايش قد بالسؤال؟ 1 مولاري. في البروم السالب تركيزه 0.1 الكل تربيع. يعني راح يطلع خلاصة الكلام 0.1 يتربع يطلع لين 0.01 يساوي 3.44 ناقص 0.013 في لأن 0.01 هو ايش قد؟ سالب 4.6. نضرب بعدين ندخل السالب يطلع الناتج النهائي للإيسيال غير القياسية 3.50 فولت. هسه طلاب بعد ما وجدنا الغير قياسية وعوض هنا حتى شو نجيب؟ الدلتا جي ار. فإذا نطبق الخطوة الأخيرة. دلتا جي ار سالب ان اف ايسيال سالب الان اللي نحذفن 2 الاف 96500 والايسيال غير القياسي 3.5 فولت. رياضيات يطلع الناتج سالب 6.7550 جول على مول، أي 675,500 بالسالب جول على مول. طلاب ننتقل للسؤال جدا 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 مهم في معادلة نيرنست. خلية جلفانية في درجة حرارة 25 سيليزي، أحد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط 1 أتموسفير من غاز الهيدروجين، والآخر قطب النيكل. تركيز أيونات النيكل 0.01 مولاري. احسب الاس الهيدروجيني بي اتش لمحلول قطب الهيدروجين. إذا علمت أن مقدار الطاقة الحرة سالب 48.25 كيلو جول على مول، وأن جهد اختزال قطب النيكل سالب 0.25 فولت. طلاب لازم نرسم فد خطة قبل لا نبلش نحل. أي سؤال يطلب بي اتش، ايش يطلب؟ بي اتش. البي اتش راح تجي من تركيز الاتش الموجب، يعني من الاتش حتى شو نجيب؟ بي اتش. الاتش الموجب منين راح نجيبه؟ الاتش الموجب راح يكون موجود في قانون الكيو. هي هاي الخطة. يعني لازم اروح شو اجيب؟ من الكيو هاي اجيب الاتش الموجب، ومن الاتش اجيب بي اتش. فيعتبر الكيو هو مجهول السؤال الرئيسي. زين لازم عندك قياسي وش عندك غير قياسي. إذا نقرأ السؤال، هاي الخلية الجلفانية من نتمعن في قراءة السؤال منطينا جهود اختزال. من جهود الاختزال راح نجيب القياسي، واضح؟ من جهود الاختزال راح شو نجيب؟ القياسي. ومنطينا طاقة جبس الحرة الغير قياسية، ايش راح نجيب؟ الغير قياسي. فهذا يصير معلوم وهذا معلوم، نقدر نجيب من قيمة كيو شو نجيب؟ الاتش، حتى من الاتش نجيب بي اتش. اذا اول خطوة نشتغل على الجهود القياسية، من جهود الاختزال نجيب الايسيال القياسية. طلاب نبلش بحل السؤال. خلية جلفانية حرارتها 25، احد اقطابها هيدروجين، القطب الاخر نيكل. النيكل هذا مقدار تركيزه، راد من عندنا البي اتش، وانطانا مقدار طاقة جبس الغير قياسية.
اريد اعرف بالبدايه من هو الانود من هو الكاثود. السؤال ما بي اي دليل على الانود والكاثود، فبهاي الحاله ناخذ صغيرهم انود كبيرهم كاثود. النيكل ايش قد جهده؟ سالب 0.25. القطب الاخر هيدروجين جهده قياسي قد حافظينه 0، فمن الاصغر؟ اكيد ابو السالب، فهذا راح يعتبر انود والهيدروجين ايش يعتبر؟ كاثود. فالنيكل راح يكتب من الصفر الى نيكل موجب 2 حتى العدد تأكسده يزداد، الفرق 2 الكترون سالب. الهيدروجين احنا لازم حافظينه لان قطب قياسي 2 اتش موجب زائد 2 الكترون سالب، الناتج H2. النيكل يقلب اشاره الجهد مالته يصير موجب 0.25. اما الهيدروجين هو كاثود جهده القياسي دائما ايش قد؟ 0.0 فولت. نجر خط نختصر الالكترونات، ننزل المعادله العامه. فالمعادله العامه هي كالاتي: نيكل زائد 2 اتش موجب الناتج نيكل موجب 2 زائد H2. نطبق قانون الايسيال القياسيه، اي انود زائد اي كاثود. الانود 0.25 زائد 0 وراح يبقى 0.25 فولت. هذا الايسيال القياسي. هسه لازم نجيب غير القياسي من الدلتا جي حتى نقدر نجيب الكيو. فاذا نروح القانون الدلتا جي، دلتا جي ار سالب ان اف اي سيل. احنا نريد غير القياسي نسحبها بطرف او تي تعوض بعدين نفس الشيء. جزء واحد يقول استاذ انا اريد اعوض، ماكو مشكله عوض. الدلتا جي ار ايش قد؟ سالب 4 8 2 5 0. هذا الرقم ضربه في ألف حتى يتحول من الكيلو جول إلى الجول، فيكون هذا مقداره بعد ما ضربه بألف يساوي سالب القانون الN الإلكترونات المحذوفة 2، الF ثابتة 96500 والإيسيال احنا نريدها. السالب ويا السالب، الإيسيال أسحبه بطرف، فالمضروب بالمجهول وين راح ينزل؟ مقام 2 في 96500، وهذا راح يكون بالبسط. حاصل قسمته يطلع الايسيال الغير قياسيه ايضا 0.25 فولت. هسه طلاب نقدر نجيب الكيو؟ اكيد، بما انه جهزنا القياسي والغير قياسي فنطبق قانون الكيو. فقانون الكيو شي نص كالاتي: ايسيال غير القياسي، ايسيال القياسي ناقص 0.026 على ان في لن الكيو. الغير قياسي 0.25، القياسي 0.25، الكترونات انحذفت 2، فهذا حاصل قسمته على 2 0.013 في لن. الكيو تركيز الايونات الناتجه على المتفاعله. ركز يعني بالنواتج عندي يا ايون النيكل، اما بالمتفاعلات عندنا الهيدروجين بس الكل تربيع لان عنده مولات 2. جيد، بالك احنا نريد الهيدروجين، اذا المجهول من هاي الجهه فهذا يتحول للطرف الثاني، فيصير 0.25 ناقص 0.25 يطلع 0 يساوي سالب 0.013 في لن. النيكل منطينا تركيزه ايش قد؟ 0.01. الهيدروجين احنا نريده كل تربيع. ركز يعني هنا هذا اعتبر لي مجهول، فالمضروب بالمجهول وين راح ينزل؟ مقام، يعني هيك راح تصير لن 0.01 على الاتش الموجب الكل تربيع يساوي 0 على سالب 0.013، فهذا كله جد تطلع قيمته 0، فيؤدي
لين 0.01 على الاتش الموجب الكل تربيع يساوي 0. انا اختصارا للوقت راح هنا اعوض، او خليني اكمل هنا. هنا راح اكمل لين 0.01 على الاتش الموجب الكل تربيع. هذا الصفر هو يا لين الواحد، حتى اللين يروح يا اللين مقامه واحد طرفين وبسطين. فالاتش الموجب تربيع يساوي 0.01. شو تخلص من التربيع بالجذر، فيؤدي الاتش الموجب جذر الواحد واحد، والمرتبة الجذر هي مرتبة واحدة مولاري. هسه من استخرجنا الاتش نقدر نجيب من عنده بي اتش، وفق قانون اخذناه بالفصل الثالث وهو كالاتي: البي اتش سالب لوغاريتم الاتش الموجب سالب لوغاريتم الاتش الموجب 0.1، يعني اقدر اكتبها 10 سالب 1. فال10 يلوك سالب في السالب موجب، طلع مقدار البي اتش 1. هاي بالنسبه لحل هذا السؤال. نحاول نصور الحل صوره كامله. هذا حل السؤال صوره كامله. طلاب ننتقل لاخر سؤال في مسائل نيرنست. يقول خفف محلول قطب الكاثود لخلية دانيال. خلينا نجي وحده وحده. هو شنو كاثود خلية دانيال؟ هو النحاس. اذا كاثود خلية دانيال هو يا قطب النحاس. ايش بيه؟ خفف بالماء المقطر فانخفض جهد القطب بمقدار هالقد عن جهده القياسي. يعني ايش قد ما يكون الجهد القياسي، في الغير قياسي انخفض هذا المقدار عن القياسي. هذا شوي راد الترجمه حتى الطالب يفهمه اكثر. فقال احسب تركيز ايونات القطب حينئذ. طلاب المجهول تركيز يعني قانون كيو، هاي واحده. ثانيا الخليه بس قطب واحد. اذا ورد في السؤال خليه من قطب واحد، هذا القطب نخليه كاثود. هو اصلا قال كاثود خليه دانيال اللي هو يا قطب النحاس. خلينا نكتب هسه قطب النحاس هو عباره عن خليه من قطب واحد. هاي المعادله لازم احنا حافظيها لان اخذناها بخليه دانيال وقلنا تحفظ. هذا هي معادله الكاثود. باعوا يعني. من تجي تطبق قانون الايسيال غير القياسيه. الايسيال القياسيه ناقص 0.026 على ان في لن الكيو. هنا ايش راح تسوي؟ هي هاي النقطه المهمه. ما تكتب ايسيال اذا قطب واحد، تكتب اسم القطب. اسم القطب نحاس، فراح اكتب اسم القطب نحاس. بعد ماكو سيال اذا وردت خليه من قطب واحد تكتب اسم القطب. زين ركز وياي. قال الغير قياسي انخفض هالقد من القياسي. زين هو القياسي ايش قد؟ ما عد القياسي. فاحنا ايش راح نسوي؟ نفرض القياسي اي، والغير قياسي هو اي ناقص مقدار الانخفاض او 0.0592. هو القياس ما منطيني اياه. قال الغير قياسي انخفض هالقد عن القياسي. ايش راح اسواني؟ افرض القياسي اي والغير قياسي اي ناقص مقدار الانخفاض. الالكترونات 2 فراح يصير ناقص 0.013 لين بالنواتج ما عندي ايونات اكتب 1، وبالمتفاعلات عندي النحاس موجب 2. احول الاي للطرف الاخر راح يصير اي موجب واي سالب راحت صفر، يعني كل اللي بقى بهذا الجانب وفقط السالب 0.0592 لما تتحول الاي عدد نظيره اي موجب واي سالب فتطلع صفر يساوي سالب 0.013 في لين 1 على تركيز النحاس احنا رايدينه
السالب يا السالب يسحب المجهول بطرف لين 1 على تركيز النحاس. المضروب بالمجهول مقام 0.013 والباقي بسط 0.0592. من راح تقسمها؟ حاصل قسمتهم راح يطلع عندك الناتج 4.6. تلقى بالسؤال كل 4.6 هو لن المية، فراح تقول لن 1 على نحاس موجب 2 يساوي لن المية. اللن ويا اللن مقام 1 طرفين وسطين. نحاس في 100 في تركيز النحاس يساوي 1. هسه قسم على ايش قد؟ على 100 يطلع تركيز النحاس 1%، يطلع 0.01 مولاري. فتنتبه من يقول لك هاي الفكره، فاذا فرضت القياس بي هذا بي ناقص المقدار مال الانخفاض، فرضت اي ناقص مقدار الانخفاض.